لما تطلع على حالك وحال غالب الناس اليوم بتلاقي هالحال أشبه بمخاض السيدة مريم عليه السلام عندما قيل لها في القرآن الكريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. جذع النخل ما هو غصن طالع من محله، جذع طالع من الأرض بده سيارة تحركه. مع هيك التزمت السيدة مريم عليه السلام بأمر السعي الذي جاءها من الله، وكان العطاء على قدر كرم الله لا على قدر سعي السيدة مريم عليه السلام. لذلك لما تطلع على حالك وحال الناس تقول يا الله، الله يعين العالم كيف عايشة، والله يعيننا كيف بدي كفي لآخر الشهر بهالراتب، اليوم عم آكل واشرب بكرة ما عرفان إذا عم آكل واشرب. بتلاقي لما تنقطع الأسباب عندك إجاك مدد من رب العالمين من حيث لا تحتسب، يعطيك على قدر كرمه لا على قدر سعيك فقط. لذلك اوعى تحسب ابدا، يعني بالزمن الماضي كانوا يقولوا ما بيحسب ما بيسلم، في هذا الزمان اذا بدك تسلم لا تحسب ابدا. لذلك صدق من قال: كن عن همومك معرضا، وكل الامور الى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب امر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى.